السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وسبسكرايب للقناة، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة كان عندي شوية مواعين كده، بسم الله ما شاء الله، يعني مش عارفة المواعين دي بتتكاثر والله مش بتخلص. كمان عندنا وجبة غدا اقتصادية، ولكن حبيت أكلمكم في حاجة كده بدأت أطبقها على نفسي مؤخرا، وهي روتين العبادة باختصار شديد. كلنا عندنا روتين منزلي، روتين مطبخي، روتين مش عارف ايه، بس ما عندناش روتين للعبادة خالص. فلازم يكون للمسلم روتين للعبادة. هنبتدي الروتين ده بايه؟ جدول بسيط كده اي حد ممكن يطبقه، مش لازم نعمله كله. ممكن نبدأ ان ناخد الحاجات السهلة فيه، ولما نتعود عليها ونبقى خلاص تمام نبدأ نزود حاجات تانية. أول حاجة هنبتديها من أول صلاة الفجر. أول ما الفجر يبدأ المفروض هنقوم هنصلي سنة الفجر. هي الفجر ده أصلا عبارة عن الركعتين السنة اللي هما اللي احنا بنصليهم قبل صلاة الصبح. بعد كده بنصلي صلاة الصبح اللي هما ركعتين، بعد كده نستغفر شوية، بعدين نقول أذكار الصباح، بعدين هننام شوية مثلا أو ورانا حاجة هنعملها، وبعدين هنيجي لصلاة الضحى. بعد طلوع الشمس نصلي الضحى، تمام. بعد كده نعمل بقى شغلنا، نكمل بقية حياتنا لحد ما تيجي صلاة الظهر. نبدأ نصلي الظهر. قبل صلاة الظهر في 4 ركعات نوافل قبليها، وبعد ما نصلي الظهر في 2 ركعة بنسميهم احنا سنة الظهر. بعد كده بتيجي صلاة العصر، دي ما فيهاش اي نوافل قبليها ولا بعديها. بعد كده تيجي صلاة المغرب، وبعديها 2 ركعة نافلة اللي هي السنة. بعد كده نقول بقى أذكار المساء. يا ريت نداوم على أذكار الصباح والمساء دي، لأن هي بصراحة سحر، سحر فعلا. داوموا عليها وتشوفوا الفرق. نيجي بعد كده لصلاة العشاء. صلي صلاة العشاء 4 ركعات، بعد كده بناخد 2 نافلة بعديها اللي هي سنة العشاء، تمام. بعد كده ممكن بقى هنا بعد صلاة العشاء نصلي التهجد ركعتين، وبعد كده نصلي الوتر بعديها. او افضل بقى نستنى الثلث الاخير من الليل لما يكون الله عز وجل متنزل، تمام، ونبدأ نصلي صلاة التهجد. ودي طبعا لها اجر عظيم، يعني ما نتكاش على بعض قوي. ممكن ركعتين نقول فيهم 10 آيات عشان بس ما نكتبش من الغافلين، وبعد كده نصلي بعديها الشفع والوتر. ولازم نوتر يا جماعة، ما ينفعش ما نصليش الوتر في اي يوم. طيب كده خلاص خلصنا الصلوات واليوم كله. طبعا ناهيك بقى عن الاستغفار والحمد والشكر وكل ده خلال اليوم، وانتوا بتغسلوا المواعين وانتوا بتعملوا اي حاجة، خلوا لسانكوا دايما عامر بذكر الله. طيب بعد كده رايحين ننام خلاص، اول حاجة نتوضى، تمام. بعد ما نتوضى، لما بنروح ننام واحنا متوضيين ربنا بيبعت لينا ملك في الليلة اللي احنا نمنا فيها متوضيين دي، احنا بننام وهو بيستغفر لنا. فدي طبعا حاجة مينفعش نفوتها. طبعا بعد كده ما ننساش طبعا القرآن، لازم يكون لنا ورد يومي. بلاش يا جماعة التراب اللي موجود على المصاحف ده، ياريت ننفضه.
طبعا انا مش بتكلم يعني ان انا ملتزمة على الشعر، انا ما كنتش ملتزمة ولا حاجة، بعد كده يعني بدأت التزم وما كنتش بتك على نفسي. كنت بصلي الاول الفرض بس، بعد كده بدأت اصلي ازود السنة اللي بعديه، بعد كده جيت في صلاة الظهر بقيت ازود الاربع ركعات اللي قبليه واللي بعديه. يا ريت يعني نبدأ واحدة واحدة عشان ما نملش ونحس ان الدنيا علينا متكركبة وان الموضوع صعب وما نكملش. طيب خلاص بقى عندنا بقى ورد يومي وبقينا نقرأ القرآن. هنيجي بقى للسورة المنجية من عذاب القبر، وهي سورة الملك. لازم نقراها كل يوم مرة على الأقل. سورة الرزق، سورة الواقعة، نداوم عليها، ربنا يرزقنا وإياكم. نيجي بقى خلاص هنحط دماغنا على المخدة وننام، نقرا المعوذتين، قل هو الله أحد، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، ده قبل النوم. طيب نيجي للدعاء اللي قبل النوم، نقول سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم آمين يا رب. وخلاص كده نغمض عينينا وننام واحنا قلبنا مطمئن. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وإياكم أجمعين. واحنا بنتكلم كنت خلاص خلصنا او قررنا نخلص المواعين. تمام. يعني بصوا بصراحة المواعين دي بتتكاثر، معرفش هي بتزيد ازاي ولا بتتوسخ ازاي، وانا ما شاء الله عليا استاذة في توسيخ المواعين. عشان اطبخ بس شوية طبخ كده، طبخة بسيطة كده، تلاقيني عاملة مواعين قد كده. فالافضل يا جماعة، وده بعمله لما ببقى رايحة الشغل او كده، الحاجة اللي تطبخوا فيها يعني الحاجة اللي توسخوها روحوا اغسلوها على طول، لان لو كومتوها زي حالاتي كده هتلاقوا كم مواعين يسد النفس ويقفلكوا عن اليوم كله. كمان كنت عايزة اكلمكم عن المصفى اللي عندي دي، المصفى الصفرا اللي جوه الحوض دي، انا بحطها عشان برمي المواعين كده فبينزل فيها يعني بقية الاكل او بقية الحاجة فيها ما بتعديش في الحوض عشان تسده، لان انا ما عنديش مصفى على الصفاية بتاعة الحوض. بالنسبة للطاسة البيضة دي، انا الطاسة دي يعني المفروض ان هي جرانيت تركي، معرفش ازاي كل ما اعمل فيها حاجة تلزق، معرفش بقى مقري عليها ولا معمول لها عمل ولا ايه. بس بحبها يعني عشان لونها فاتح وكده. والله وانا بتفرج على الفيديو كده معاكم يا جماعة، يعني غسيل المواعين حلو وانا عايزة اقوم اغسل المواعين، بس في الواقع الفعلي يعني مش عايزة اقول لكم حاجة جميلة. انا ممكن احب المواعين لو ما ورايش شغل، يعني ما عندي شغل بكره المواعين، ما عنديش شغل ممكن احب اقف اغسل مواعين واستغفر وكده واظبط الاداء، انما لو ورايا شغل كتير بكره يكون عندي مواعين. هنا انا عامله ليفه للمواعين وعامله ليفه للكوبايات وكده والازايز، وانا موسوسه يعني باجي مثلا ممكن ما اجي اشرب من الكوبايه احس ان لا ليها ريحه، فبقعد اغسل فيها اكتر من مره، مره بالسلكه ومره بالبريل من غير سلكه. يعني بصوا ربنا يكفيكوا شر الوسوسه يا جماعه. نستغفر كده يا جماعه واحنا قاعدين، يعني خلي لساننا دايما عامر بذكر الله،
شغلوا يا جماعة دايما قرآن في البيوت، وسموا الله قبل ما تدخلوا البيوت عشان ما يدخلش الشيطان معانا. الازاز دي انا بغسلها يوم ويوم بالفرشة من جوه، مش كل يوم يعني، يوم ويوم بغسلها بالفرشة من جوه، وبالبريل من بره شطفة سريعة كده عشان لو مكان ايدينا واحنا ماسكينه ومكان ما بنشرب ما يكونش ليها ريحة وحشة. وعندنا الفلتر جنب الحنفية فبحطها تتملي. مننساش بقى نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطولي كومنت حلو تشجعوني بيه. كمان كنت عايزة اكلمكم النهاردة ان عايزين نعمل القرنبيط المقرمش. طبعا انا بصراحة قبل الفيديو ده انا ما كنتش باكل القرنبيط خالص، كان بيعمل لي غازات وتعب في القولون وكده، بس بعد ما عملته بالطريقة اللي هعمله معاكم بيها دي كان تحفة جدا 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 جدا، ولا عمل لي غازات ولا وجع لي بطني، ومن ساعتها وانا بعمله كل يوم تقريبا. ننضف بقى الحوض ونغسل بغسل انا بتاع المصفى دي، وكل يومين 3 برش عليها كلور، بتنضف خالص وبتبقى زي الفل ومفيهاش جراثيم ولا اي حاجه. ال4 علامات اللي في الحله دي بتاع الحوض ده من المصفى. والديسبنسر ده كان بتاع شاور انشانتير، فاخدته يعني استغليته كده بدل ما اشتري حاجه جديده وبتاع. ممكن بقى تدعكوا الحل عشان تلمع وكده، تدعكوها بليمون وملح ليمون، هتلاقوها مأكولة معاه رهيب ونضافة. قولولي بقى انتوا بتتفرجوا عليا من انهي بلد في الكومنتات، وقولولي طبخين ايه النهارده، شجعوني كده يمكن اخد منكم افكار ولا حاجه. خلاص خلصنا المواعين هي، الحمد لله. يا رب ما تتكومش تاني بس. ننشف بقى الحوض كده بفوطه عشان ايه يبقى كله تمام. ويا ريت ننضف يعني ننضف المطبخ او نخلص المواعين قبل الطبيخ، يعني بتكون الموضوع اروق واحسن والدنيا بتبقى تمام. يلا نشوف الوصفة اللي عندنا النهاردة. عندنا النهاردة طبعا خلطة القرنبيط، نص كوباية من الدقيق، معلقتين من النشا، عندنا هنا نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الملح، ورشة شطة، اللي حابب اللي مش حابب براحته. كمان عندنا هنا بيضة،
البيضة هنا الصراحة مكانتش راضية تتكسر، يعني مش عارفة، كانت حالفة ما تنزلش. وعندنا نص كوباية من المية، ونخلط كل الكلام الجميل ده مع بعضه لحد ما تختفي اي كتل في الدقيق، وتبقى شبيهة بعجينة الكريب كده. انا حسيتها تقيلة فزودت لها يعني 2 سنتي مية، ونقلب. وعندنا بقى عودين 3 كده من الخضار، كزبرة. انا هنا بخرطها بالمقص، يعني استسهال وبنجز وقت. ولو عندك بصل اخضر حطي، انا هنا كان عندي بصل متفرز فهحطه، بيدي طعم حلو قوي. وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. ده بالنسبة للخلطة الاولانية بتاعه الايه، القرنبيط. نيجي بقى للبريدنج. نسيت اقول لكم، هنا بتحطوا اللي حابب يعني يحط توم، معلقة من التوم المفروم بتدي طعم تحفة. كده خلاص خلصنا. نيجي بقى للبريدنج الخارجي بعد الخلطة دي. عندنا نص كوباية من الدقيق، ومعلقة من النشا، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وشوية ملح. ونقلب الكلام الحلو ده مع بعض. لو انتوا حطيتوا القرنبيط الاول في الخلطة وما عملتوش البريدنج الخارجي ده وحطيتوه في الزيت يتقلي، هيبقى عامل زي البقلاوة في الاخر، وهيبقى بقشرة كده، ومش هيبقى حلو خالص ولا مقرمش ولا اي حاجة. طبعا انا عندي هنا قرنبيط كنت مفرزاه. لو عندكوا قرنبيط صابح بتسلقوه زي المكرونة كده حوالي 10 دقايق وخلاص، وبتطلعوه تبدأوا تجهزوا الخلطة وتشتغلوا. ياريت منحطش ايدينا اللي هنقلب بيها في الدقيق في الخليط التاني ده، عشان منعملش عجين حوالين صوابعنا وكده. هنا الخلطة دي كفت القرنبيطة كلها معايا، لكن انا هعمل معاكم جزء صغير بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي قوي يعني عليكم. نشيل بقى الكلام ده ونكمل بقية القرنبيط في البريدنج. نحاول نغطيها كويس عشان تطلع معانا مقرمشة. عندنا هنا زيت سخن، وكنت مقطعة بطاطس صوابع، والبطاطس دي انا بنقعها الاول في مية بخل، ومعاها سيكة ملح صغيرة كده عشان تنزل النشا اللي فيها وتطلع معايا مقرمشة ما تشربش زيت. هنا البطاطس اهي بقت تاخد لون، وكل صوبع لوحده مش ملزقة في بعضها ومقرمشة جدا. برضو هنا كان عندي كام واحدة من الفلفل مفتحاهم وشايلة من جواهم البذر وغسلاهم كويس،
وننشفها يا جماعة بعد ما نغسلها علشان خاطر المية متنزلش في الزيت وتعمل طرطشة وبوم بوم وحاجات مش لطيفة خالص. طبعا محدش ما بيحبش الاكل ده يا جماعة، يعني الاكلة دي انا ممكن اعيش عليها فترة، ما عنديش اي مشكلة خالص. الاكل ده بقى مع شوية سلطة يا سلام، مع اي حاجة بقى نشيل الرواسب بالمصفى كده الاول علشان ما تلزقش والحاجة تطلع غامقة وتبقى مش لطيفة، فنشيل اي رواسب من الزيت وبعدين نبدأ نكمل. هنا حطينا القرنبيط، مش بياخد وقت خالص، شايفين اخد لون على طول اهو لان الزيت كان سخن. والله يا جماعة انا حاسة ان انا بقلي فراخ كنتاكي مش قرنبيط والله. اظن باين انه مقرمش مش محتاج اهو يا جماعة، هو مقرمش جدا. كنتاكي والله يا جماعة، دي فراخ مش قرنبيط خالص. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتقولوا رأيكم تحت في الكومنتات. في رعاية الله، مع السلامة.